في ناس كتيرة بتسأل هنعمل ايه لو احنا جبنا درجة وحشة الترم الاول، وناس تاني بتقول لو انا جبت درجة حلوة المفروض اعمل ايه الترم التاني، وناس تالتة طبعا بتقول احنا عاوزين نعوض الترم التاني بس هنذاكر ازاي زي الترم الاول ولا الموضوع هيختلف شوية. طبعا دي كلها اسئلة بتتسأل في الجروبات بتاع الفيس اللي انا عاملها، بس احب اقول لك في البداية كلمة كده. الماضي انت مش هتعرف تغيره خالص، مش هتعرف تغير فيه حاجة نهائي، فالندم بتاعك مش هيفيد بأي حاجة. يعني اللي فات فات خلاص ومش هتعرف تغيره، بس تعرف تغير اللي جاي. سواء كانت درجتك وحشة أو حلوة ما تندمش، خليك واثق إنك عملت اللي عليك، ومش هتعرف تغير الماضي بس تعرف تغير اللي جاي، تعرف تستفاد من اللي جاي وتغيره بطريقة أحسن من الأول. يلا مع بعض نبدأ الفيديو ونشوف هنتكلم عليه النهاردة. بداية كده اسمع الفيديو كله عشان ما تندمش بعد كده وتسمعه متأخر. الفيديو مهم جدا فلازم تسمع كل دقيقة فيه. دي يعني ممكن تقول كده خبرة، كده خبرتي في الأيام اللي فاتت. حابب أقول لك حاجة في البداية الأول، لو أنت جايب درجة وحشة هتعمل إيه؟ حابب أقول لك حاجة، موضوع إنك تدخل ثانوي سهل جدا على فكرة. لو حطينا المدرسة الثانوية العامة قصاد باقي المدارس، ثانوي عام مش حاجة بصراحة. لو حطينا ثانوي عام جوه مدارس ستيم ومدارس وي ومدارس التكنولوجيا والمدارس الحربية، فثانوي عام أسهله. فلو أنت عاوز تدخل ثانوي عام هتدخلها إن شاء الله وتطمن. يجي بقى لو أنت درجتك وحشة الترم الأول هتعمل إيه في الترم التاني؟ أنت مهما كنت ما ذاكرتش أو مهما كنت طالب فاشل، بس برضه ذاكرت أيام الامتحانات. خلينا متفقين كلنا على كده. طب تعمل إيه؟ في البداية كده خد شوية، خد ممكن نقول خد اسبوع اجازة عشان الملل. بصراحة يعني من عندنا كده لازم تدي نفسك اسبوع اجازة. انا عارف ان في دروس بدأت، بس حاول تدي نفسك اجازة عشان ما تحسش بالملل اكتر وتجرف اكتر. دي اول حاجة. تاني حاجة، ابدأ الترم التاني كأن الامتحان بكرة. بلاش موضوع اذا كان الامتحان مش بكرة يبقى ما تخافش من حاجة. ده المبدأ اللي ماشيين بيه، طالما الامتحان مش بكرة ما تخافش من حاجة. بلاش الموضوع ده. ادخل الترم الثاني، الترم الثاني صغير جدا على فكرة. ادخل الترم الثاني كأنه شهر الامتحان. يعني اول ما ادخل الترم الثاني كده كان الامتحان بكرة. لازم تزنق نفسك من اول يوم. ذاكر كل حاجة اول باول. حاول ما تأجلش درس ولا اتنين، لان اللي اجلته مش هتعرف ترجع له تاني. الترم الاول قصير جدا مقارنة بالترم الاول. الترم الثاني قصدي هو اللي قصير جدا. فحاول اعتبر بداية من الترم الثاني تبدأ جد، وبلاش زنقة الامتحان بتاع الترم الأول. يعني اعتبر إن أول ما تدخل الترم الثاني كأن فعلا الامتحان بكرة. طب تاني حاجة بالنسبة للناس اللي جايبة درجة كويسة تعمل إيه؟ طبعا أنا مش بحب الناس دي. ليه يا عم؟ ده ناس ذاكرت. مش بحبهم لأن في بعض منهم بيطمن ويقول خلاص أنا جبت درجة كويسة الترم الأول مش لازم أتعب نفسي الترم الثاني. ده حصل معايا انا شخصيا وحصل مع اصحابي كمان، اللي هم جايبوا درجة حلوة الترم الاول واطمنوا خلاص الترم الثاني ونفضوا شوية، وللاسف جابوا درجة سيئة جدا. فزي ما عملت الترم الاول اعمل الترم الثاني. حتى لو انت مقفل، حتى لو انت جايب 140 من 140، برضه ذاكر الترم الثاني نفسه مذاكرة الترم الاول. اوعى تطمن وتقول خلاص انا كده ارتاح، انا كده ادخل المدرسة اللي انا عاوزها. بلاش، احسن تتدمر، بلاش الحركة دي. طب بالنسبة بقى هنعوض ازاي في الترم الاول في الترم التاني؟ اظن انا قلت الخطوتين اللي فاتوا هم دول الخطوتين اللي هتعوض فيهم. سواء درجتك حلوه او وحشه، ابدا الترم التاني بس خد اجازه. زي ما قلت لازم تاخد اجازه اسبوع. ابدا الترم التاني كانك فعلا داخل على الامتحانات. الترم التاني احنا عارفين ان في شهر رمضان والموضوع هيبقى رخم معانا شويه. طبعا الصيام وكده، وناس هتاجل وناس تاني مش هتذاكر غير في الليل. عشان كده بقول لك حاول ما تفوتش منك دروس خالص. احضر الدروس اول باول، ويا ريت تعملوا جدول. يا ريت يعني، لان الترم التاني صغير جدا. انما هنذاكر ازاي؟ احنا داخلين على شهر رمضان فممكن تبقى فيه لخبطه شويه في المذاكره، خصوصا الترم التاني هيبقى نصه في شهر رمضان. فانا مش هقدر اوعدك دلوقتي واقول لك اعمل لك جدول او هتذاكر ازاي. بس لازم ما تفوتش اي درس. حاول الدرس بعد ما تاخده تيجي تذاكره على طول. تمام. الترم التاني ده عامل زي تحصيل حاصل، اللي هو بتلم. فانت حاول تلم الدنيا معاك في الترم التاني. واحب اطمنكم واقول لكم حاجه، الناس اللي مستنيه النتيجه وخايفه انها ما تدخلش ثانوي او كده، فاحب اطمنكم ان شاء الله هتدخلوا ثانوي. وغير الايام دي هم يعني متساهلين معاكم في التصحيح شويه، ان هم يقولوا قرار مثلا ان الاجابه المشطوبه لو صح تبقى صح.
ده موضوع سهل جدا. في الاول ما كانتش بتحسب خالص معانا احنا طبعا، اذا كان مشطوبه حتى لو صح كانت بتبقى غلط، لكن معاكم انتوا السنه دي الاجابه المشطوب عليها لو صح هتتحسب صح. وبكده يبقى الفيديو بتاعي خلص. استنوني الفيديو الجاي ان شاء الله يبقى يعني احسن من كده. واكيد طبعا الايام اللي جايه ان شاء الله ادينا مستنيين مع بعض اعلان نتيجه ثالثه اعدادي. انا عارف ان كتير هنا على القناه في ثالثه اعدادي، بس هتابعها معاكم اول باول. لو انت مش عامل اشتراك بالقناه اعمل الحركات اللطيفه بتاعتك دي، اشترك في القناه ولايك للفيديو عشان زمايلك يستفادوا، وتبدا مع بعض الترم الثاني. بس نبدا جد شويه، بلاش شغل العيال بتاع الترم الاول. لعبنا الترم الاول وهيصنا، لكن نبدا الترم الثاني جد